بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب الحلوين المنورين الصف الخامس، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. طبعا وحشتوني كتير كتير، وعايزاكم بس تعذروني الترم ده عشان أنا ساعات بتحصل لي شوية ظروف وبتعب شوية، فمعلش. بس إن شاء الله هحاول أقول لكم أهم الدروس اللي بتبقى بالنسبة لكم صعبة أو بتلخبط شوية، وإن شاء الله تكون سهلة. النهاردة إن شاء الله هناخد الضرب في قوة العدد 10. هقول لك ازاي نضرب في جوه العدد 10، سواء 10 او 100 او 1000 او 1 من 10 او 1 من 100 او 1 من 1000 بكل سهوله، وتمشي على القاعده بتاعتي. ان شاء الله الدرس هيبقى في منتهى السهوله. طبعا معاكم كنوز الرياضيات ومستر صبري، ويا ريت لو عجبكم الفيديو نعمل اللايك والاشتراك في القناه، ومش هطول عليكم ويلا بينا. النهارده هناخد الضرب في قوة العدد 10. الضرب في قوة العدد 10، أنا عندي أول حاجة الضرب لإمنا هيبقى في 10 أو 100 أو 1000 أو 1 من 10 1 من 100 1 من 1000. طيب نمشي واحدة واحدة. لو أنا دلوقتي هضرب في 10 أو 100 أو 1000، طبعا يا باشمهندسين احنا متعودين ان الضرب ايه؟ يمين ولا شمال؟ الضرب طبعا يمين. انا لما باجي بضرب المسائل من اليمين، فبرضو لما اجي اضرب في 10 و100 و1000 همشي على القاعدة الأساسية إن هو لو العدد فيه علامة هحرك العلامة يمين. تمام؟ يبقى أنا همشي حسب القاعدة الأساسية لما أضرب في 10 و100 و1000، يبقى أنا همشي يمين. طب العدد ما فيهوش علامة، واخدين طبعا من سنة رابعة لما أضرب في 10 و100 و1000 أنزل الأصفار ونزل العدد، دي ما فيهاش مشكله. احنا بنتكلم لو العدد فيه علامه عشريه هحرك العلامه ازاي؟ لو انا هضرب في 10 او 100 او 1000 نمشي على القاعده الاساسيه ان انا هحرك العلامه يمين. تمام؟ وهنشوف طبعا امثله دلوقتي مع بعض. طيب لو انا هضرب في الاجزاء اللي هي 1 من 10 1 من 100 1 من 1000، اعكس القاعده الاساسيه. انا مفروض الضرب يمين، لا، لما اضرب في الاجزاء هحرك العلامه شمال. هنحرك العلامه شمال. وفي طريقه تانيه. ايه الطريقه التانيه؟ انا نسيت تحريك العلامه، نسيت انا هحركها ازاي. اعمل ايه؟ نزل الرقم ونعد العلامات زي ما هنشوف دلوقتي في الامثله. طب احنا فهمنا القاعده ايه بالسحر، ورينا بقى امثله علشان نفهم اكتر. اول حاجه، انا لو جيت قلت لك اضرب لي 75 في 10، ده عدد صحيح يا باشمهندس، صح؟ لما اجي اضرب عدد صحيح في 10 او 100 او 1000 نزل، انا عندي كام صفر؟ صفر، ونزل ال 75 زي ما هي، لان طبعا انا بنزل الصفر، واحد في 75 ب 75. طيب 173 في 1000، انا عندي 3 اصفار ونزل العدد 173. شفتوا الموضوع سهل جدا. طيب لو انا هضرب بقى بس رقم فيه علامه عشريه، اعمل ايه يا باشمهندس؟ انا بضرب يمين، يبقى هتحرك العلامه يمين. طب احركها كام رقم؟ حسب الاصفار اللي عندي. انا لو هضرب في 10 يعني عندي صفر، هحرك العلامه رقم. عندي في 100 صفرين، هحرك العلامه رقمين. هضرب في 1000 3 اصفار، يبقى هحرك العلامه 3 ارقام. فانا هنا عندي 7.73 جزءا من 100 في 100، الا الرقم فيه علامه. انا بضرب في كام؟ في 100. سيادتك انت قاعد اهو، كده يمين كده شمال كده يمين، هتاخد العلامه من ايديها ونقول لها تعالي يا علامه، لما بنعديكي رقمين يبقى انا همسك العلامه من ايديها واعديها يمين. كم رقم؟ رقمين. جت هنا طبعا وقعت العلامه على اليمين، لما بيكونش فيه ارقام بتسندها بتقع، يبقى العدد 773. نقول كمان مره 227 و15 من 100 في 1000. انا بضرب في كام يا باشمهندس؟ 1000. 3 اصفار، هتمسك العلامه من ايديها وحركها 3 ارقام. ايه ده يا مسحر؟ دول رقمين بس. اتفقنا ان العدد الجميل بتاعنا اللي بيساعدنا لما بنيجي نحتاجه الصفر. هاجي احط صفر عشان تبقى 3 ارقام، يبقى دول رقمين بس، هحط صفر هتبقى 3 ارقام، فهتروح برضو واقعه واكتب العدد من غير اي علامات.
شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ طب تعالي يا مس سحر معلش قولي لنا كمان مسألة. طيب جيت قلت لك اضرب لي 3.57 في 10. همسك العلامة من ايديها، انا بضرب في 10 يبقى هحركها رقم 1 يمين هتيجي هنا. هكتب العدد بالعلامة الجديدة واكتب العدد بالعلامة الجديدة. شفنا الضرب في 10 و100 و1000 سهل ازاي؟ طيب لو هضرب بقى في الأجزاء أعمل إيه؟ 75 في 1/10. بص يا باشمهندس، لما يكون عندي العدد صحيح، عدد صحيح وهضربه في الأجزاء، نزل العدد وشوف العلامة بعد كام رقم. العلامة بعد كام رقم؟ بعد رقم. طيب العدد فيه علامة زي اللي بعده ده، بقول لك 3.57 جزء من 100 في 1/100. بص يا باشمهندس، لها طريقتين زي ما انا قلت لك في اول الفيديو. اول طريقه انا بضرب يمين، بس لما باجي اضرب في الاجزاء احرك العلامه عكسها، احرك العلامه شمال. ادي 1/100 يعني رقمين. تمسك سيادتك العلامه وحركها شمال. احركها كم رقم؟ رقمين. طب ده رقم 1 بس، احط 0 والعلامه شمال بتتحط، فهاجي اكتب 7 5 3 0.0. دي طريقه. طب انا وانا قاعد في الامتحان قعدت افتكر مس سحر قالت وانا هحرك العلامه يمين ولا شمال، انا اتلخبطت. اعمل ايه يا باشمهندس؟ نزل العدد اللي عندك من غير اي علامات. انا عندي العدد من غير اي علامات كام؟ 357. هننزل ال 357 وعد العلامه بعد كام رقم هنا وهنا. هنا العلامة بعد رقمين وهنا العلامة بعد رقمين، تبقى العلامة بعد 4 أرقام. عد بقى يا باشمهندس 4 أرقام وحط العلامة. طب هما 3 أرقام بس، أحط 0 وأحط العلامة 0. سهلة. تعالوا نقول كمان واحدة. هضرب العدد ده في جزء من الألف. نزل يا باشمهندس العدد من غير أي علامات. دي طريقة بقى مس سحر. نزل العدد من غير اي علامات وعد العلامات. انت عندك العلامه بعد كام رقم؟ 1 2 3 4. انا بعدها في كله. عندي العلامه هنا 3 ارقام وهنا رقم، تبقى بعد 4 ارقام. ادي 4 ارقام، حط بينت 0. طيب نسيت الطريقه دي، يبقى حرك العلامه زي ما اتفقنا شمال. العلامه هي احركها 3 ارقام، فهتيجي هنا واحط 0. هي. طيب 360 في 1/10. مس سحر قالت لو الرقم ما فيهوش علامات نزل العدد وعد العلامات. العلامه بعد كام رقم؟ رقم، يعني بتتقرأ 36. لان طبعا لو جت في اخطر مش هتلاقي 36.0. الزيرو على اليمين في العلامه العشريه ما بيتقرأش، فهيبقى 36. شفتوا يا باشمهندسين الموضوع سهل ازاي؟ طيب تعالوا نشوف سؤال كمان بس بطريقه مختلفه. اكمل. بيقول لي اكمل. المره دي بقى هو عايز يعرف انا بضرب في 10 ولا 100 ولا 1000 ولا 1/10 ولا 1/100 ولا 1/1000. بص يا باشمهندس، كل تركيزك يبقى على العلامه. انا هنا في الرقم بيقول لي 3.52 في كام؟ اداني 352. شوف العلامه دي يا باشمهندس، يا ترى اتحركت شمال ولا يمين؟ طبعا احنا لو هنحركها شمال هنحطها. هنا الرقم ما فيهوش علامه اصلا، يبقى انا حركته يمين. طالما العلامه وقعت حطها قاعده في دماغك. طالما الرقم من غير علامه العلامه وقعت يبقى انت حركت العلامه يمين. طب حركتها كام رقم؟ شوف انت زودت صفار ولا حاجه؟ لا، ده انا كتبت العدد. يبقى اتحركت كام رقم؟ كام رقم؟ رقمين، يبقى هنضرب في 100. طالما حركت العلامه يمين يبقى هضرب 10 100 1000. فلقيتها اتحركت رقمين يبقى ضربت في 100. تاني العلامه اهيت. شوفي العلامه اتحركتها يمين ولا شمال يا باشمهندس؟ ايه ده؟ ده العلامه محطوطه واتحركت شمال كده واتحركت رقم. طالما شمال اضرب في الاجزاء. طب هي اتحركت رقم 1 يبقى جزء من 10. الموضوع سهل. طيب 351. يلا بقى يا باشمهندس قول لي، ده برضو اتحركت، الرقم فيه علامه، حطينا له علامه بعد 3 ارقام، يبقى ده جزء من 1000. اللي بعده
ايه ده العلامه ما فيش علامه اصلا. قلت لك طالما العلامه وقعت يبقى انت حركت يمين. طيب حركت العلامه يمين بس انا مزود صفر، يبقى انت حركتها رقمين. حركتها كام؟ رقمين، يبقى هضرب في 100. الموضوع سهل جدا. تمام. اتمنى يا رب ان انا اكون بسطت لك الدرس. الضرب في قوى العدد 10. حل انت بقى يا باشمهندس، ده واجب. وانتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي مع القسمة على قوى العدد 10. هنقولها برضو بطريقة سهلة وجميلة. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت تعليق كده جميل، اعمل مشاركة للفيديو، اعمل اللايك، اشترك طبعا في القناة عشان ان شاء الله الايام الجايه هنقول مراجعات كتير وهنراجع كل وحده لوحدها. وانتظروا ان شاء الله النهارده حل اول 3 مهام من الرياضيات. مهام الرياضيات هنقسمها على فيديوهين، هنحل الجزء الاول النهارده اول 3 مهام. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم كنوز الرياضيات من سحر صبري. باي باي، مع السلامه.